السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد مصطفى من سبيتك اللابتوب. الناس اللي اتصلت تسألنا على حالة الجهاز ال 3541 البريزيشن من شركة ديل. جهاز ممتاز جدا وجميل جدا. نقرب مع بعض نبص على الحالة كده. دي حالة الجهاز، حالته حالة زيرو، كأنك لسه مخرجه من الكرتونة دلوقتي حالا، ولا خدش واحد موجود في الجهاز. حاجة ممتازة جدا، وزنه خفيف زي ما احنا شايفين كده. مواصفات الجهاز: بروسيسور اي 5 9400 اتش فئة الاتش، اي 5 جيل تاسع فئة اتش. عليه الرام بتاعته 16 جيجا من نوع دي دي ار 4 قابلة للزيادة برضو لحد 32 جيجا. وعليه الهارد الاس اس دي بتاعه الواحد تيرا ان في ام اي، اسرع هاردات العالم. في كارت الشاشه اللي موجود على الجهاز دوت الترا اتش دي جرافيك، مش اتش دي جرافيك، الترا اتش دي جرافيك 620، مساحه بتوصل لحد 8 جيجا، داعم للفوتوشوب والبرامج بتاعت مونتاج الفيديو وكمان برامج هندسيه وكل حاجه. جهاز ممتاز جدا وجميل وحاجه مميزه جدا ووزن خفيف. المداخل والمخارج بتاعته حاجه برضو فوق الروعه. في معانا هنا اهوت اللوك، في الايثرنت، في اتش دي ام اي، وفي واحده 2 يو اس بي 3 فيهم واحده شغاله باور تقدر تشحن بيها الموبايل حتى لو اللاب مقفول. في الهيدفون جاك، في الاس دي كارد الميني مش الكبيره، الاس دي كارد بتاعت الموبايل، كارت الميموري. في الناحيه الثانيه هنا اهوت فتحات للتهويه لتبريد اللاب. في واحده يو اس بي 3 ثانيه، وفي تايب سي برضو باور لو انت عايز تشحن بطي وصله تايب سي. وفي المدخل بتاع الشاحن. وفي الظهر هنا اهوت في قواعد فتحات التبريد وقواعد للتعلية عشان تعلي الجهاز لو انت حاطه على مكتب ولا حاجه ما يبقاش مكتوم بالجزء ده كله. جهاز ممتاز جدا وجميل. نتمنى يكون عجبكم ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.